بسم الله. ازيكم يا حلوين؟ يا مساء الفل والجمال والطعامة والروايح الحلوة. النهاردة ان شاء الله هنعمل احلى واجمل اكلة شتوي اقتصادية. وبس لا، ده احنا هنعمل معاها احلى حلو اقتصادي كمان. حاجة في منتهى الجمال. ما شاء الله، بألف هنا وشفا. جميل وبسيط، مش مكلف، وبيبقى من اجمل الايام اللي بنقضيها للامانة. يلا بينا بقى، يلا واحدة واحدة مع بعض نخش على التفاصيل مع أجمل غدوة. يلا بينا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم أتنا من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. النهاردة حبايبي هنعمل أجمل وأحلى أكلة شتوية اقتصادية على الآخر. حتى لو فيها سن التكلفة هنشيل أي حاجة فيها تكلفة، وهنعملها اقتصادية جدا. وهنعمل معاها طبق سلطة تحفة. يعني الخضار نفسه اللي بيتحط فيها مع السلطة يكفي، يعني بتبقى وجبة متكاملة من كل الفيتامينات والعناصر الغذائية. كل حاجة فيها ما شاء الله، ما فيش فيها ولا كلمة. من أجمل الأيام هي اليوم اللي بنعمل فيه الغدا ده. هنعمل الغدا الجميل دوت ومش هنعمل جنبه حاجة يا أم عمر كده تحلية يعني؟ لا، ده احنا هنعمل أجمل حاجة حلوة اقتصادي برضه. يعني حتى برضه لو فيها سن تكلفة هنشيل منها أي حاجة مكلفة، وهنعملها اقتصادي على الآخر. الغدا اللي احنا هنعمله ده المفروض ان هو يتعمل بشوربة، طبعا بيبقى أجمل وأطعم. بس أنا هعمله على مية مع إني عندي شوربة، عشان اللي ما عندوش شوربة يعرف يعمل إيه. الغدا اللي احنا هنعمله ده هنعمله بشوربة اسمها الشوربة الكدابة. تعالوا بقى نخش على مكوناته الفظيعة المريعة دي. بصوا، دي بصل أخضر. بصل أخضر ده ليها تيست عالي جدا جدا. جزر، فلفل أخضر، فلفل أحمر، بطاطس، بصل، طماطم، توم، وربع كيلو العدس. يلا بينا بقى نخش على طول نبدأ معانا الغدا بتاعنا الجميل. يلا يا حبايبي. هنا بقى أنا كنت حاطة المية على النار. هنحط فيها اللي هو الفلفل الأسمر، كمون، بهارات لحمة، قالب مرق الدجاج. بصوا يا جماعة، في ثانية أنا اتحولت لشوربة. طبعا بتظبطي الملح بتاعك. عايزة تضبطي الملح في النهاية خالص زي ما أنا باحب دايمًا، براحتك. بُصّوا، بقت شوربة. تمام، تمام. طبعًا أنا هنا بقى سِبتها إن هي تاخد غلوة كده مع نفسها. وكنت باقطّع بقى وباجهّز إيه، الحاجة اللي هتتحط فيها. آدي الجزر والبطاطس والطماطم والبصل والفلفل، وكل حاجة أنا قطّعتها زي ما أنتم شايفين كده إيه، شرايح. وباحطها في المَيّة أو الشوربة الكدّابة بتاعتنا اللي إحنا هنعمل فيها الغدوة بتاعتنا، أهو. اوعوا تنسوا البصلاية الخضرا بالعروش الخضرا بتاعتها دي. مش ممكن، بتغيّر الطعم نهائي، بتوديه في حتّة تانية خالص. أو عود كرفس اللي تحبيه، بس أنا باحب البصل أكتر اللي هو الأخضر. هنا بقى معلقة توم كبيرة لإن أنا ما عنديش توم فصوص، فأنا أنتم عارفين التوم عندي كلّه مفروم. فحطيت معلقة توم كبيرة مع مع الخضار ده في قلب الشوربة بتاعتنا. وآدي ربع كيلو العدس اتغسل غسلة حلوة واتحط كمان معاهم أهو. وهاسيبهم بقى كده براحتهم خالص. مجرد ما يغلي هاروح مهدية عليه النار وأغطيه وأسيبه يستوي براحته خالص على نار هادية. طبعا مع الحاجات اللي كانت جاهزة على الرخامة كان في طبق فيه نص كيلو رز منقوع. أخدنا نص الرز المنقوع ده اللي هو ربع كيلو رز. ده هنشوحه لأن ده هنحتاجه في الغدا اللي احنا بنعمله إن شاء الله. والربع كيلو الباقي هنستعمله في الحلو بتاعنا. هنا حطيت على الربع كيلو رز، حطيت الكوباية مَيّة سخنة، وحطيت كيس مرقة دجاج فورية، وضبطت الملح. بس كده. وهنهدّي عليه النار خالص. وقُرب ما ييجي يستوي هنحط حتّة السمنة البلدي بتاعتنا أو قطعة الزبدة بتاعتنا بالطريقة اللي أنتم متعودين بيها معايا أهو. زي ما أنتم شايفين كده. بيبقى ريحته مفحفحة ومفلفل وسُكّر، سُكّر كده. الرز بالطريقة دي بيختلف نهائي عن أي رز ممكن تاكليه. طعم وريحة وكل حاجة. هنا الرز بتاعنا اتشرب وبقى مفلفل وبيلمع وجميل وطعم وريحة مفيش كده. ركناه على جنب. وده الربع كيلو رز التاني. الربع التاني ده بقى هتعملي فيه ايه يا ام عمر؟ هحط عليه 3 أضعاف مية. يعني هو ربع هحط ايه، 3/4 لتر مية. تمام. هاسيبه بقى على نار هادية لحد ما يتشرب كل المَيّة دي ويتخ معايا خالص.
ده اللي هي العدس بتاعنا. بصوا بقى على نار هادية خالص وبيستوي براحته على ما نخلص كل حاجة حواليه. ورانا حاجة؟ مفيش ورانا حاجة. يلا بينا نرجع للرز بتاعنا نشوفه نطل عليه. اهو بصوا اتشرب المية بتاعته يا دوب، يعني في حاجة مية بسيطة. مفيش مشكلة، هنزود عليه ايه؟ ربع كيلو سكر. ربع، يبقى كده ربع رز 3/4 مية. الرز اتشربها، حطينا ربع كيلو سكر. حبيبة قلبي نعومة اللي كان طالبة مني غدا على قد الإيد، عملت لك يا روحي غدا وحلو على قد الإيد عشان خاطر عيونك. هنا هنزود عليهم ايه؟ لتر لبن بلدي، اللي هو اللبن الدسم اللي بقشطته الجميل ده. زي ما انتم شايفين كده بصب عليه على طول. انت غلياه او مطلعاه من التلاجة حطيه هو على طول، بس علي بقى ساعتها النار. يعني مجرد لو حطيتي اللبن ساقع زي ما انا حطيته كده، تروحي بقى ايه معليه النار، لان انا كنت مهدياها عشان الرز يستوي على مهله. هنسيبه بقى مع نفسه كده على النار لحد ما ايه، ما اللبن بيه يعني يغلب بعض كده ويتكتكوا. هنروح حاطين عليه قطعة زبدة او حتة سمنة. عايزة تستغني عنها ما تحطيهاش، اللي يريحك. بس الحاجات دي المفروض بيتحط عليها لبن بودر، مش هنحط. معلقتين كريم شانتيه مش هنحط. مش عايزة تحطي قطعة الزبدة او قطعة السمنة ما تحطيهاش. احنا قلنا ان احنا هنعمل غدا او حلو اقتصادي على قد ايدينا وبالموجود. والله هيطلع معاكي زي العسل وسكر وملهوش حل. وهنشوف في الاخر الجمال كله. بعد ما كله دخل في بعضه وتكتك كده، هنجيب ربع ميه، ربع كوبايه صغيره ميه وعليها معلقه معرمه نشا. معلقه معرمه نشا او معلقتين ممسوحين. تمام. هتحسي ان الرز معاكي ممرق، يعني محتاج نشا تاني، اوعي تحطي. انا عايزاه كده، عايزاه ممرق وطري كده. هنروح جايبين بقى الطاجن الفخار الجميل بتاعنا ده، ونروح حاطينه على النار يا دوبك بس يسخن، وهنطفي عليه على طول عشان ما يطقش مننا. لو هو ساقع وتحطي عليه حاجه سخنه ممكن يطق منك. لو هو سخن وحطيتيه في على حاجه ساقعه ممكن يطق منك. هنا احنا حطينا ايه على الرز بتاعنا اللي هو بقى حسن الختام، اللي هي رشه فانيليا جميله، وبنروح مطفيين النار بعدها مباشر. كده شكرا، كده خلصنا. أجمل طاجن رز معمر هتاكليه في حياتك. مفيش فيه أي تكلفة خالص، مفيش فيه أي افتكاسات خالص. بتاع جدتي وأمي وأمك بتاع زمان، اللي هو اللي ربع رز وربع سكر ولتر لبن وحتة زبدة، وممكن تستغني عنها فقط لا غير. لا لبن بودر ولا كريم شانتيه ولا كل الكلام ده، وهتاكلي يعني طاجن رز معمر في الفرن. احنا مش هنحطه في الفرن، احنا هنحطه بس تحت الشوايه مش اكتر. ياخد وش بس مش اكتر. في ثانيه هتطلعيه، مش هيكمل 10 دقايق. الحلو كله ما يكملش معاكي حاجه لو انت حبيت تعملي لولادك. شايفين الجمال ده؟ شايفين الطعمه دي؟ بألف هنا وشفا يا حبايبي. هنا بقى انا هركنه ثواني بس كده على جنب على ما اشغل الشوايه بتاعتي. ما بياخدش معاكي 10 دقايق تحت الشوايه، تطلعي بقى حاجه ريحه وطعم الله اكبر. بألف هنا وشفا. كلي وادعيلي. هنا بقى هنخش على العدس بتاعنا. كده خلص خالص وانا طفيت عليه. هنمسكه بالهاند بلندر نفرمه فرمه حلوه، ندخل كل المحتويات والتحبيشه الحلوه بتاعته دي في بعضها. ما عندكيش هاند بلندر اعمليه في الخلاط، بس ما تحطوش سخن في الخلاط عشان ما يبوظلكيش الدنيا. سيبيه يبرد ويهدى خالص، وحطيه في الخلاط جزء جزء كده، وهيبقى معاكي تمام وزي الفل ان شاء الله. كده زي ما انتم شايفين احنا خلصنا. هابدأ أعمل بقى أنا طبعًا خلّيته على النار ومهدّية عليه النار خالص. هنا بقى أنا هاعمل الشعرية بتاعتي اللي هتلِف الدنيا دي كده ببعضها، وتخلّيه جميل ولافف كده وطِعم. وفي نفس الوقت ما تزوّديش عشان الحاجة وهي سخنة بتحسّي إن هي طرية أوي، لكن مجرّد ما بتبرد معاكِ لو أنتِ حاطة شعرية كتير هتلاقيه ختم بطريقة إنه يتخرّط معاكِ ويتقطّع بالخرطة كده زي الكيك. لأ، إحنا عايزينه طري، زي الرز بلبن الحلو الطري، يعني مش عايزينه يتخخ زيادة عن اللزوم. هنا خلّصنا وطشيناه، الله أكبر. نشهق بقى زي الملوخية. بألف هنا وشفا. أجمل أكلة في الدنيا باعشقها. هنا هنرجّعه تاني على النار ونهدّيه عليه ونسيبه غلوتين 3.
مش تسيبيه لحد ما يختم، لأ، لأ، غلوتين 3 حتى لو حسيتِ إن الشعرية لسه بتلِت معاكِ ومش طرية، سيبيها، هي على كتمة الحرارة هتستوي وهتّخ كده وتبقى تحفة وجميلة وما لهاش حل، تمام؟ بُصّوا غلوتين 3 وهنركنه، مش أكتر من كده. أو هنقول دقيقة، دقيقة يغلي على النار لمدة دقيقة، يعني ما مش أكتر من كده فعلًا يعني عشان ما إيه، ما يختمش منِّك ويبقى مش حلو، عايزينه طري كده زي الرز بلبن الطري الجميل كده، حتى بعد ما يبرد. ده بقى حتة سمنة بلدي كده في الطاسة بتاعتنا، وهنحط عليها رغيفين عيش مقطّعين اللي هم بتوع الفرن بتوعنا العاديين، اللي هو الرغيف أبو شِلِن، اللي بنجيبه بالبطاقة، العيش العادي، هنحمّصه في شوية زيت أو في شوية زبدة المتاح معاكِ، ياخد لون كده جميل دهبي زي ما أنتم شايفين، اوعي يتلسع منِّك، خلّي كل حاجة في المضبوط وفي المعقول بتبقى جميلة. هنحط بقى عليه الشوربة بتاعتنا بتاعة العدس وهي سخنة، بُصّوا بتبقى ممرّقة وجميلة إزاي، لمّا تهدى شوية هتلاقوها تخنت كده وبقت إيه، مضبوطة، مش تخينة التخن اللي مش حلو لأ، اللي هو التخخان المضبوط. حلوة كلمة تخخان دي؟ ولمّا تيجي تسقيه ادّي له حقّه علشان يبقى طري، يعني حتى بعد ما العيش يتشرّب يبقى الفتة بتاعتِك طرية وجميلة وطعمة ما تبقاش ناشفة. هنا بقى نقلت الفتة بتاعتنا في قلب السيرفيس وجبت طبق كده رز أبيض جميل وهنحطه بقى كده على الوش بتاعها، الله أكبر! مع طبق السلطة اللي منوّر الدنيا، مع طاجن الرز المعمّر اللي منوّر المطبخ والرخامة. إيه الجمال ده يا أم عمر، بسم الله ما شاء الله، بألف هنا وشفا لصاحب النصيب، أصل اللقمة دي نصيب وبتنادي على صاحبها، أنتِ ممكن تبقي عاملة أكل ومضبّطاه كده وتلاقي دخل عليكِ ضيوف وسبحان الله رزقهم ونصيبهم، بألف هنا. هنا بقى ضبطنا وش الفتة بتاعتنا كده بالرز بتاعنا الجميل الأبيض، أنا ما حبيتش إن أنا أزوّد أوي وإيه، وضبّطناه. هل إحنا كده خلّصنا؟ لأ طبعًا، ده إحنا هنعمل له حتة تحبيشة، يا سيدي، يا سيدي على الطعام. بُصّوا، شوية بصل بقى محمّصين دهبي كده، بيقولوا عليها في المطاعم إيه، شوية ورد، شوية ورد محمّصين. بُصّوا بقى حوّلوا الموضوع لموضوع تاني، يعني ودّونا في حتّة تانية خالص شوية البصل دول، إيه الجمال ده والطعامة والريحة الحلوة دي، مش ممكن. هنا بقى عبّينا شوربة العدس بتاعتنا في السلاطين أهي، ما شاء الله على الجمال وعلى اللون وعلى الريحة وعلى الطعم، الله أكبر! حاجة يا جماعة تفتح النِفس، وكل طاجن عليه كده شوية البصل المحمّص، يا جماله، يا جماله! حاجة آخر دلع، ما فيش أجمل من كده ولا أطعم من كده، غدا وحلو الاتنين ما كمّلوش 50، 60 جنيه. يعني أنتم لو عايزينّي أحسبها لكم، أحسبها لكم، ده بالكتير كمان، إحنا لو حسبناها مش هتجيب كده، شايفين الجمال ده؟ بُص، بُص، بُص وأنا باهزّه، بُص، بُص الجمال، بُص طري وبيلُظ إزاي وجميل، أشطوطة. هنا إحنا خلّصنا الوصفة بتاعتنا الجميلة البسيطة اللي على قد إيدينا، ويا رب يحلي لنا زادنا، وكل واحد ربنا يحلي له زاده، ويرزقه ويوسّع على الجميع، وعلى كل بيوت المسلمين يا رب، جميعًا كلنا وكل بلاد المسلمين أيام مفترجة، والدعاء فيها جميل، و وأتمنى ليكم كل خير، وأسمع عنكم كل خير، وأحلى لايك لأم عمر، وأحلى دعوة حلوة، وأحلى كلمة حلوة. كل اللي أنا محتاجاه هي الدعوة والكلمة الحلوة يا حبايبي، ويا رب أشوفكم على خير دايمًا، وأسمع عنكم كل خير دايمًا، وباقول لإخواتي وبناتي اللي معانا على القناة إن قلبي مليان ليكم حب، ومليان ليكم مودة، ومليان ليكم إخلاص في كل وصفة أنا باعملها ليكم، ربنا وحده اللي عالم، وربنا وحده اللي هيحاسبني. وعلى قد ما بتدعوا لي أنا كمان بادعي لكم، وعلى قد ما بتحبوني أنا باعشقكم. يا أعز عيلة وأحلى صحاب وأحلى أخوات وأحلى بنات، بنات قلبي اللي غاليين عليا قوي، اللي بيبعتوا لي كومنتات، يعني ربنا يرضي خاطرهم زي ما بيرضوا خاطري. اللهم وسع علينا أرزاقنا وارفع عنا كل هم وغم وحزن بحق محمد صلى الله عليه وسلم، وبحق الأيام المفترجة عند الله. أستودعكم الله. بدأناها ببسم الله والصلاة على رسول الله، نختمها ببسم الله والصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة حبايبي.